السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير عمالة بتسأل بتجيب المكونات الكورية للطعام الكوري منين في مصر. أنا دلوقتي قدام المحل اللي بشتري منه معظم المكونات الكورية، موجود في دجلة في المعادي واسمه توميتو. هندخل دلوقتي نشوف برضه شوية مكونات كورية موجودة جوه. المحل هنا هيشرح لنا برضه شوية حاجات موجودة. ايوه دي مقرمشات او نوع من انواع الشيبسيات كده بالكوري بتعمل جمبري مشهوره جدا وطعمها لذيذ قوي لو جربتوها، وهي حلال وممكن ناكلها وما فيهاش اي مشكله. تاشيما دي اللي بتتحط مع السمك المجفف صغير علشان بتبقى اساس للشوربه الكوري. بنقطع قطعه منها مثلا وبنغليها في الميه مع السمك المجفف، تعمل لنا اساس للشوربه اللي بعد كده نحط فيها بقيه الحاجات اللي احنا عايزينها. مول لاميون المكرونه اللي بتتعمل في ميه ساقعه كده وتلج، ودي برضه حلال وممكن ناكلها وما فيهاش اي مشكله من التنوع. ممكن بيبي لاميون اللي هي المكرونه معموله بنفس طريقه البيبيمباب بس بالمكرونه بدل احلى مكرونه في الدنيا. دي المكرونه الجلاس نودل المعموله من دقيق البطاطا، ودي ماركه كوريه مش موجوده في اي مكان تاني، وطبعا برضو حلال وامنه وسعرها مناسب جدا ومش كوكسو دي مكرونه دي مكرونه معموله من دقيق القمح بس شكلها شرايح كده، وبيتعمل منها الكالكوكسو. المكرونه بتعمل بطريقه معينه كده بالسي فود وكده، هنعملها ان شاء الله مع بعض باذن الله. دي انواع من الحلويات الكوريه، ده لبان كوري بطعم الفواكه، واللي بيميز الحلويات او الفواكه الكوريه اللي لما تكون بطعم الفواكه تبقى بطعم الفواكه بجد، تحس قوي بطعم الفواكه فيها. تنجان ده تنجان، فعبد التنجان زي ما احنا شايفين دي القوالب بتاعته اللي هو فول الصويا، معجون فول الصويا، دي القوالب بتاعته هو بيتجفف، ودي علبه كيلو. دي 3 كيلو، دي 3 كيلو ودي 500 جرام. ممكن ان احنا نجيب واحده صغيره ونستعملها للتنجان تيجي والحاجات كانجان. ده الصويا صوص الصويا الكوري زي ما احنا شايفين ازازه كبيره، وده يعتبر افضل انواع الصوص الموجوده هنا لانه متوسط في الملوحه ومتوسط في التقل بتاعه، يعني ممكن نستعمله في كل حاجه. فيش صوص ده الصوص اللي هو صوص السمك المخصوص للكيمتي، حتى لان هو مكتوب ان هو للكيمتي مخصوص. طبعا انسب حاجه ان احنا نستعمله في الكيمتي، وبرده حلال وممكن نستعمله ما فيهوش اي مكون. ده زيت سمسم، هو جاي من كوريا كده عبوه صغننه، زيت سمسم كوري. دي مقفوله يعني مقفوله بقفله المصنع، طبعا الطعم المناسب او للطعام زي أثر بس مين في روز مين ده زي الجلوكوز عندنا او اللي هو شراب الذره، بس ده معمول من حبوب مختلفه زي الرز والشعير والقمح وكده، فهو خليط، لكن هنلاقيه هو سمكه تقيل. طبعا بنتبل بيه اللحمه وبنحطه في الكيمتي وبنحطه في حاجات كتير قوي. طبعا ده معجون الفلفل الاحمر الكوري، بيبقى عباره عن فلفل ودقيق شعير وسكر وعسل، فبيبقى حراق بس طعمه لذيذ. ودي العبوه كيلو. ده زي الماكريل عندنا، ده سمك الماكريل عندنا، وده برده حلال، بس طبعا هناك بيبقى متصاد طازه قوي، وهو في قلب اول ما بيصطادوه بيعملوه على طول، فبيبقى طازه جدا في العلبه. ده الكاري الكوري، هو ده قريب قوي من الكاري الهندي، بس ده بيتميز ان هو حلو شويه، مش حراق قوي زي الكاري الهندي، فطعمه بيبقى نفس طريقه الكاري الهندي بس ده طعمه اهدى شويه في الحراره.
ميوان. ده ملح الصوديوم الكوري اسمه ميوان. ملح الصوديوم ده لو احنا عندنا اي حاجه ملحت مننا في الاكل هنحطه، زائد ان هو بيظبط الحاجه، يعني بيعملها زي ماده حافظه كده، بيحفظ الكيمتي لمده طويله الحاجات دي، فده مهم قوي في استعماله، لكن مش ما يعني دي طبعا كوبايات زي اللي عندنا كده الاندومي اللي هي اللاميون الكوري، دي عباره عن كوبايه سريعه التحضير، بس بنحط عليها ميه وبنستعملها على طول. دي بطعم الكيمتي، ودي شطة، ودي حراقه. دي نوعين من اللاميون الكوري، ده الحار بتاعها، وده اللي هو جاجا، وده بصوص الجاجن. دي جاهزه مجرد ان احنا بنفضيها، وعلى فكره الخضروات المرسوم عليها فيها فعلا لما بنفضي الباكو بنلاقي فيه خضروات مجففه وتبقى حجمها صغير، مجرد ما بتيجي عليها الميه السخنه بترجع لحجمها الطبيعي. دي بطعم الجاجن، وده تاني حراق. كوفي. القهوه الكوري. طب ايه المشكله؟ ما احنا عندنا قهوه، لا القهوه الكوري فعلا طعمها مختلف، طعمها لذيذ جدا، انا عن نفسي بحبه، لكن يعني ممكن ان احنا نجربه. والماركه دي على فكره ماركه جميله جدا. مطعم جاية في المعادي متوفر فيه بقى خامات كتير قوي زي ما احنا شايفين. هنبص هنا مثلا هنلاقي توفو طازه، توفو طازه، هنلاقي برضو صوابع التوك اهي متوفره لسه طازه حتى زي ما احنا شايفينها فريش. هنلاقي هنا عندهم برضو مكونات تانية كوريه زي التونوكوزي الكوري، هنلاقي انواع من الصويا صوص الكوري، انواع من النودلز، هنلاقي حاجات كتيره قوي متوفره. ممكن مثلا نلاقي هنا براعم فول الصويا المنبته او براعم فول الصويا الصغيره، هنلاقي حاجات كتير قوي. لو احنا يعني مش متوفره في المحل التاني بنكمل من هنا، او ممكن نجيب من الفا ماركت. هنلاقي اماكن كتير في مصر ان شاء الله متوفره فيها الحاجات الكورية.